ليش حس انه في سر خطير ورا شهرة هي النوعية من الناس؟ حرفيا هذا الشخص سأل سؤال عظيم، بس قبل ما نجاوب عليه رح ورجيكم كم نقطة. شايف هذا الهبل؟ بتعرف هذا ممكن يطلع آلاف الدولارات، بس كيف أصلاً؟ وليش هيك محتوى ممكن يكون محبوب من الناس وحرفيا العالم تدخل مبالغ كثير كبيرة من وراه؟ بهذا الفيديو رح تكتشف أسرار ما حدا بيحكي لك إياها عن التيك توك، كيف هيك محتوى هابط ممكن يكون سبب حياة فارهة لبعض الناس. فهذا الفيديو رح يكون مقسم على 4 نقاط، أول نقطة رح أحكي عليها ليش بكره المشهورين ينشروا بدون أي سبب وبدون أي شيء بيعملوه بس هيك إنه ينشروا فورا، 3 الباقيين بصراحة نسيتهم، أقسم بالله كتبتهم وهلا نسيتهم. فأول شيء رح نعمله رح شوفيكم كان فيديو من التيك توك ونعمل عليهم ردة فعل مشان تعرفوا عن شو عم بحكي. أكيد سمعت بخبر إلقاء القبض على وسيم الأسد صح؟ شو كان رأيك؟ هيدي المقابلة انعملت بسوريا واقسم بالله اول ما حضرتها فرطت ضحك يا شباب، هلا رح تعرفوا عن شو عم بحكي، بس كملوا شوي الفيديو لقدام ورح تعرفوا ليش عن جد خريط من الضحك. ما كان رأيي شيء. عادي؟ عادي. يعني فرحت زعلت؟ لا نفس الشيء. ليه؟ ايه. وانا حولي ما احبه، خرع على البنت وخرع على الشاب، اقسم بالله هذا بتعرف لما امك تقعد تعلمك شو بدك تحكي قدام عماتك وعمامك مشان ما يعرفوا اسرار البيت، هذا نفس الشيء اقسم بالله، شو ما تسالوا الا ما بعرف. بس بدي لكم شغله قبل ما نكمل الفيديو يا شباب، الشيء اللي عم يتعاطاه هذا الشاب لحد يتعاطاه لانه بين شكله كثير مضروب. ما بهمك الموضوع؟ عن جد عم تحكي؟ ايه. بس انت بتعرف شو عامل ببلدك؟ شو عامل ببلدي؟ مشان الله فرق يطيف الشاب، اقسم بالله الشاب خايف خريان بتيابه، اقسم بالله اي كلمه غلط بيروح ورا الشمس، وهيدي انت بدك انت اتركها دين امه، اقسم بالله عم لك الشاب خريان بتيابه ما بده يحكي، انت عم تجبريه يحكي يا مخلوقه، يعني الشاب مو بس خايف يحكي، اقسم بالله خايف يتنفس، اقسم بالله لو تشمطيه كف لحتى ما يعمل شيء، فجاي تحكيه سياسي. طيب اللي كان عامله؟ لا ما بعرف شيء. انت مالك بالسياسه؟ مالي بالسياسة كلها. شو لك؟ مالي بشيء. اقسم بالله يا شباب ما حد بيتمنى يكون بموقف، وحياة امي اي كلمه غلط وحياة امي ليصير مو ورا الشمس ورا القمر هيك لك ورا كوكب الارض كله، يا زلمه انا مو حكي ما بسترجي احكي على السياسه، اقسم بالله ما بسترجي اطلع على الاخبار، انه اتفرج على الاخبار ما بسترجي، فخلينا ننتقل من مرحله هذا الفيديو احسن ما اغلط لي بشي كلمه وروح فيها حبس 300 سنه لقدام. طبعا معنا الفيديو الثاني المعروف الذي لا يعرف، البنت اللي كلكم بتعرفوها وشفتوها على التيك توك والانستغرام وشفتوها عندكم بالبيت على الاغلب كمان. هذا واو، هذا بيرفكت جد بيرفكت. هلا يلي ما بيعرف هيدي البنت يا شباب، هيدي مثلها غيرها طلعت ترند بدون اي فائده وبدون اي شيء، اصلا بالتيك توك لازم تستغرب اذا بتلاقي شيء فيه فائده او ترند طلع بهدف او اي شيء له فائده بالحياه، على التيك توك هيك بتفوت وانت بتكون غاسل دياتك من الحياه ومن مشاريع الحياه. بس هذا ايو لا للعنف ضد النساء، بعرف بدها تكون مهضوم وتحط الكيس على رقبتها مشان تقتلها وما بعرف شو، بس لا للعنف ضد النساء من بعد اذنك، لا للعنف ضد هالمخلوقات الناعمه. كفو رجال كمل. طبعا يا شباب ما فيني اكمل بالتيك توك كثير لانه انا زلمه عندي حساسيه من هالتطبيق وما فيني اعمل ردات فعل لهي فيديوهات فراطه، لانه اقسم بالله بتتعب نفسيتي، انا فوق مو تعبانه نفسيتي، لا فوق لسه اجي احضر هالقرف، لا هيك كثير. فهلا رح نتجه على النقطه الثانيه واللي هي ليش انا بكره العالم اللي بتشتهر بدون اي محتوى بدون اي فائده بالعالم. فباخر فتره انتشرت هيدي القصه انه انت تروح تجيب بنت وتعملها حبيبتك مشان تشتروا اثنيناتكم تجيكم مصاري واعلانات وهيك شغلات، فانا هذا النوع من المحتوى بكرهه كثير وانا ضده من اول ما فت بعالم السوشيال ميديا، وراح ضل ضده طول ما فيني نفس، اقسم بالله هذا المحتوى انا اكثر محتوى بكرهه وكثير بسترخص العالم اللي بتعمل هيك شغلات، وبس مشان لكم شغلي انتم كل هو الشباب والبنات اللي مفكرين انه عن جد بيحبوا بعض، هي اغلبها تمثيل، والعالم الواعيين اللي مثلنا بيعرفوا انه هذا تمثيل وبنعرف انه هذا كله كذب، بس مين اللي بيصدقوا؟ الاولاد الصغار اللي عمرهم 12 ل 14 سنه هو بتلاقيهم عاملين لهم صفحات فانز وعم ينشروا لهم وتصميمات وما بعرف شو، هو هيك مكيفين على الشغلات، يعني بيستخبوا الاولاد الصغار وبيجيبهم وراهم مصاري وبتجيهم اعلانات وفلوس وكل شيء. واكثر شيء بيزعجني العالم الحقيقي اللي عم تتعب على محتواها واللي عم تشتغل ليل ونهار وما عم يجيها نص المشاهدات اللي عم تجيها لهو التافهين، فهذا الشيء اللي بيزعجني اكثر شيء واللي بيحرق لي قلبي، لانه عن جد في عالم بتتعب ومستحقه هي الشهره اكثر من هدول اللي بيقعدوا يتراوصوا شوي قدام الكاميرا وبيجيبوا دبل عدد المشاهدات واللايكات اللي بيجيبها الشخص اللي بيتعب على محتوى، هاي اذا مو اكثر منها ب50 مره، اقسم بالله خلينا نطلع من هالنقطه احسن ما اكمل لبكره وحياه امي. والنقطة الثالثة وما قبل الأخيرة يا شباب، النقطة الثالثة ونسيتها يا جماعة أقسم بالله إني حمار، وحياة أمي قريتها من 3 ثواني رجعت نسيتها هلا. نعم، والنقطة الثالثة كانت ليش العالم بتحب تشوف هيك محتوى؟ مثل ما قلت لكم العالم اللي بتحب تشوف هيك محتوى تقريبا عمرها من بين 12 ل 14 سنة ماكس، إذا أنت فوق ال 14 وبتحضر هدول لا أنت بدك مصحة نفسية، بتروح لعندهم بتقول لهم أنا زلمة بحب عالم على التيك توك بيساووا حالهم بيحبوا بعض وبشجعهم وبعمل لهم تصميمات، قول هني أول ما رح يعرفوا إنك أنت بس بتفوت على التيك توك إني رح يشحطوك شحط على المصحة النفسية.
فرسالتي للعالم اللي بتشجع هيك عالم، لا مو للعالم اللي بتشجع هيك عالم، الاباء للعالم اللي بتشجع هيك عالم، لانه اغلب العالم بتشجعهم مثل ما قلت 14 15 سنه، فبدي اياكم تشوفوا اولادكم شو عم يعملوا. اذا بتشوف ابنك او بنتك قاعدين عم يحضروا لهو العالم او عم يعملوا تصميمات، او اذا بتشوف اي برنامج مونتاج على موبايل بنتك الصغيره او ابنك الصغير، بدي اياك اول شيء شو تعمل؟ ما فينا نستخدم العنف في اليوتيوب، بدي اياك تعلمهم، تحكيهم، اذا ما حكيتهم ما راح يفهموا، اذا ما فهموا راح يشلطونا، واذا شلطونا بدي افضح عرض الكل. من بعد اذنكم ربوا اولادكم وعرفوا شو عم تربوا وعرفوا اولادكم شو عم يعملوا، لا تخلوهم يشجعوا هيك عالم، لانه اقسم بالله نحن عم ننجلط من ورا اولادكم. يعني لما ابنك او بنتك يشجع هيك عالم ويعمل لهم تصاميم وهويك ينشهروا ويطلعوا عندي بالموبايل يعني بشاشتي، اقسم بالله بكسر الموبايل. يعني انا صرت كاسر هلا 5 موبايلات، السادس انتم رح تدفعوا له حقه، اقسم بالله اباءات وامهات هو الاولاد اللي عم يشجعوهم. فهيدي يا شباب كانت رسالتي اللي بدي احكيها، وكان هذا الحكي بقلبي من زمان، حبيت تعرفوا بهالشيء. وانا بعرف انه في كثير عالم بتحب تحكي هالحكي اللي عم بحكيه انا، بس ما فيهم لانه ما عندهم وسيله، يعني ما عندهم قناه يوتيوب او اي مكان فيه متابعين يقدروا يحكوا هالحكي ويوصلوه للعالم. فانا بصفه الصريح رئيس الصريحين لازم احكي هالحكي، ولازم احكي عن لسان كل متابعيني. وبهذه الطريقه عزيزي المتابع يكون فوتك معي بالمشكله، مشان صار اي شيء او مساءلات قانوني بقول لهم مو بس انا وكمان المتابعين كمان بدهم هيك شغلات وعم يحكوا يعني بايدونا بهالحكي، مشان كلياتنا نفوت على السجن هيك ونعمل حفله عندنا بالسجن. فهذا كان الحكي اللي بقلبي يا جماعه، وطول ما انا موجود باليوتيوب اقسم بالله حضل حارب هالنوعيه من الناس. فلون بيكون خلص الفيديو، اذا عجبكم لا تنسوا اللايك اهم شيء يا شباب مشان ينتشر الفيديو، واشتركوا في السلسله. بشوفكم الفيديو الجاي، بيس اوت.